هوليوود بتلعب بينا بقالها سنين، في صورتنا عن جسمنا وفي اللي بنعتبره جميل وفي معاييرنا الفكرية. ودلوقتي لاحظتي إن كل مشاهير هوليوود بقوا يبانوا نحاف جدا جدا، لكن كمان عندهم عيون رمادية ومرخية، وكلهم بياخدوا أوزمبيك وبيخلوه حاجة عادية، الدواء السحري ده اللي هيخليكي رفيعة، بس ليه جانب مظلم جدا واحنا هنتكلم عنه. أهلا بيكي في المواجهة. الناس بقوا أكتر وأكتر يلاحظوا إن في معيار جديد ومقلق لشكل الجسم في هوليوود. كل الناس في هوليوود دلوقتي رفيعين جدا، ومش بس رفيعين عاديين، ده رفيعين بشكل مقلق وبيبان عليهم المرض والتعب. بيقولوا إن هوليوود عندها وباء النحافة، مؤثري إيجابية الجسد والمغنيين ونجوم الأكشن وحتى رموز الطفولة، كلهم باين عليهم إنهم بقوا أرفع، وكل واحد فاكر إنه عارف سرهم. فيه مشكلة مع الأدوية في هوليوود. استنوا ثانية، أنا بس عايزة أقول إني بدعم جدا إن الناس يكونوا رفيعين وبصحة كويسة، وإنهم ما يكونوش بيعانوا من زيادة الوزن أو مشاكل صحية. أنا بدعم ده جدا، بس ده ولوك أريانا جراندي اللي هو شكل الناجية من الحرب العالمية التانية مش مناسب ليا. في حاجة غلط في الموضوع ده، ولازم تفتكر إن يمكن كشخص كبير شايف أشكال كتير مختلفة للبشر في هوليوود تقدر تلاحظ إن في حاجة غلط. بس البنات والشباب الصغيرين وهم بيكبروا وبيشوفوا ده كأنه الطبيعي الجديد، مش عندهم القدرة إنهم يميزوا إن ده مش طبيعي وغلط، ودلوقتي ده بيخلي شكل الهزال الشديد يبقى طبيعي بسبب دواء. ده أوزمبيك، ده الأغلبية. عارفة الكل بيكذب، الكل بيقولك باكل كميات أقل، يعني اسكتي بقى. انتي بتاخدي أوزمبيك؟ على فكرة انتي كنتي شغالة على جسمك وصحتك؟ لا، ده أوزمبيك هو ده السبب في نزول الوزن ده. ومع وجود سوق سودا بتكبر وبتستغل الدعاية بيه، الدكاترة قلقانين إن الناس بتبالغ في الموضوع، بس الدواء نفسه هو أقل جزء مثير في القصة دي. الشركات دلوقتي بتبيع الأدوية دي على مواقع الإنترنت لأي حد تقريباً. من كام شهر واحدة من الشركات دي عرضت ترعاني فلوس أكتر من أي عرض جالي قبل كده، بس المنظمات زي دي عادة مش عايزاني أحقق وراهم. بص، أنا بعمل أفلام وثائقية بتحقق في الصناعة دي، محدش بيعرض المبالغ دي إلا لو ناوي يكسبها تاني، فبدأت أدور لحد ما اكتشفت نظام كامل مبني حوالين الأدوية دي. نظام دلوقتي بدأ يتسرب لصناعة اللياقة البدنية، وده اللي بيقلقني، لأني وأنا عندي 16 سنة كنت هقع في الفخ ده بسهولة، زي ما بقينا نشوف دلوقتي مراهقين أصحاء أكتر وأكتر بيعملوا كده عشان يوصلوا لشكل هوليوود، وده هو المشكلة. يعني المشكلة مش بس مشكلة النحافة بسبب أوزمبيك، لكن كمان ظاهرة الهوس بشكل الجسم. ظاهرة إن الأطفال بيستخدموا الشواكش عشان يغيروا شكل وشهم، وبيتعاطوا كميات كبيرة من الاستيرويدات عشان يبقوا ضخام بشكل غير طبيعي، وده ليه آثار خطيرة وطويلة المدى على حياتهم. أيوة، دي فعلا ليها عواقب خطيرة. كل الحاجات دي كده، اضطرابات الأكل عند الأطفال ممكن تمنع جسم البنت من إنه يشتغل بشكل طبيعي طول عمرها، وكمان تأثر على قدرتها على الإنجاب بطريقة صحية. تعاطي الاستيرويدات وإدخال العقاقير في جسمك وضرب نفسك بالشاكوش وأكل حاجات غريبة، السعي ورا شكل معين باعتباره المثالي، ده شيء خطير جدا إننا نشجعه وندعمه كمجتمع. بس لو دورت على موضوع اللوكس ماكسينج وشفت قد إيه المجموعة دي بتكبر، صح؟ الموضوع جنوني بجد بجد بجد، ده بقى ظاهرة عادية تماما. بص على موقع looksmax.org، بيطلب مني أتأكد إني إنسانة. أنت عارف إني إنسانة، الموضوع ده بيضايقني جدا. ماشي، بص، تقدر تدخل هنا وتلاقي كل الحاجات الغريبة دي، زي اللياقة والستايل وجراحات التجميل وحاجات تانية كتير. ماشي، انضم للمجتمع اللي تقدر تناقش فيه إزاي أعمل تحاليل دم وأنا عندي 16 سنة. 16 سنة، ده بيخليني أحس بعدم راحة خالص. وفي قواعد على موقع looksmax.org بتقول إن الشكل مهم، الطريقة اللي بتظهر بيها مهمة مهمة مهمة، وطبعا إنك تبقى جميل أو شكلك صحي ده مهم. الإحساس بالراحة في جسمك مهم، محدش بينكر ده، لكن إنك تدفع الناس للفكر ده إن لازم تغير نفسك وتغير طبيعتك تماما، وفي ثقافة بتكسب مليارات ومليارات ومليارات من الدولارات. يعني بصي على صناعة الموضة أو صناعة المكياج أو صناعة الجمال والصحة اللي دايما بتضغط عليكي إنك لازم تفضلي تغيري وتغيري وتغيري طول الوقت، مش علشان تبقي أكتر صحة، هيبقولك ده تحت أفكار صحية، لكن في الحقيقة هم بس بيدفعوكي تشتري أكتر وأكتر وتصرفي فلوس أكتر وأكتر عشان توصلي لهدف أصلا مستحيل توصلي. ولو الهدف ده ممكن توصلي له، فهو في الحقيقة هيكون ضار جدا ليكي. بقت واضحة أكتر من أي وقت فات. مساء الخير وأهلا بيكم في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب الثاني والثمانين، الليلة الأكبر لأوزمبيك. دي مش مجرد دردشة عادية، يعني أنا فعلا شايفة إن ده فيه مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، ومش بحب ده خالص.
يعني أنا مع إن الناس تقدر تخس، وبصراحة أنا أعرف ناس استخدموا أوزمبيك وفعلا غير حياتهم، لأنهم كانوا بيعانوا لسنين وكان الموضوع عاملهم مشاكل صحية حقيقية. بس استخدام دواء بوصفة دكتور معينة علشان يساعدك تحسن حياتك ده مختلف جدا جدا عن الهوس، باعتبار الموضوع ده عادي. خسارة وزن جماعية من غير ما تعمل أي حاجة تانية جسمك محتاجها علشان يكون صحي ويحافظ على نفسه. مفيش أي عناصر نفسية ولا حتى العناصر الجسدية الحقيقية، أنت بس بتمنع نفسك من الأكل عن طريق محاولة تتحكم في شهيتك بأي طريقة. وأنا بصراحة عندي مشكلة مع الموضوع ده. احنا شفنا النكتة دي بالظبط قبل كده. الكل شكله رائع جدا، وانا ببص حواليا في الاوضه دي مش قادر امنع نفسي واسال يا ترى اوزمبيك مناسب ليا؟ لو بصينا على اي سجادة حمراء، النكت دي مش باين انها من غير اساس. في اشاعات عن حفلات اوزمبيك، المشاهير بيتجمعوا عشان يحقنوا مع بعض. ناس كتير قالوا ان دوين بياخد اوزمبيك، كانوا فاكرين انه فعلا بياخد اوزمبيك. بس مش محتاجين إشاعات، في ناس فعلا قالوها بصراحة. أنا خسيت حوالي 19 كيلو لما أخدت أوزمبيك. أنا بحاول أظبط جسمي بطرق غير تقليدية، فأي حاجة هتساعدني أبان أصغر من سني أنا مهتمة بيها. جولو، أنت شكلك خاسس. شكرا. أوزمبيك؟ أنت بتاخده؟ أنت بتاخده؟ لاحظت إن كلهم عندهم نفس العيون الرمادية المتراهلة. على فكرة في حاجات كتير بتطلع دلوقتي عن تأثيرات تانية ممكن أوزمبيك يعملها فيك، زي فقدان البصر. الناس مش عارفة عن الموضوع ده. وللناس اللي عندهم سكر أو سمنة، دي فعلا طفرة طبية حقيقية. كل اللي في القاعة دي عارفين الفرق بين إنك تاخد دواء عشان محتاجه طبيا، أو تاخده عشان عندك سجادة حمراء هتمشي عليها يوم الجمعة. ده دواء كويس للشخص الصح. المشكلة بتبدأ لما الشخص الصح يبقى هو المهم، لأن بالنسبة للمشاهير ده غالبا مش دواء، ده بيبقى مسرع لتقليد هوليوود القديم اللي هو الرجيم القاسي. عارفة، أنا مرة سمعت حد بيقول إن في كتير من الأحيان لما تبصي على مجتمع، كل ما المجتمع يكون أغنى، زمان كان ده معناه إنك هتتخاني أكتر، لكن دلوقتي الرجالة بيزيد وزنهم أكتر وأكتر، والستات بيصغروا أكتر وأكتر، كأنها ضغوط المجتمع. ودايما بفكر في الاستعارة دي، مش لأني نسوية جامدة أو متحيزة أو أي حاجة من دي، أنا بس بفكر في الموضوع ده قد إيه محزن إنه ضغط المجتمع بيخليكي لازم تختفي أو تذوبي. اختفي على قد ما تقدري، بس اختفي. وبرضه مش بدافع عن السمنة خالص، أنا شايفة إن ده شيء فظيع. أنا شايفة إن أغلب الناس إلا لو عندهم مشكلة صحية كبيرة يقدروا يشتغلوا على نفسهم ويلتزموا، وده هيساعدهم يحسنوا كل جوانب حياتهم ويوصلوا على الأقل لمرحلة يكونوا فيها أصحاء. بس موضوع النحافة المبالغ فيها كمعيار أنا مش بحبه. سنة 2022 في حفل الميت جالا، كيم كارداشيان كانت عايزة تلبس الفستان اللي مارلين مونرو لبسته وهي بتغني عيد ميلاد سعيد للرئيس. كان في مشكلة واحدة بس، جربته وما كانش مقاسي، وبصت لهم وقلت لهم ادوني حوالي 3 أسابيع، واضطريت أخس 16 باوند لحد النهاردة علشان أقدر ألبس الفستان ده. سواء كيم استخدمت الدواء من نوع GLP-1 أو لأ ده مش مهم. هوليوود دايما كانت بتضغط على الستات يكونوا رفيعين والرجالة يكونوا رشيقين وعضلاتهم باينة. أدوية خسسان الوزن هي بس طريقة أسرع للوصول لكده، والجرايد بتقول إن موضة الهيروين شيك رجعت تاني. يا إما تبقي رفيعة يا إما ترجعي حد من قرايبك اللي مات. رفيعة. دي كانت نكتة، بس الناس بقالها عقود بتجري ورا معايير هوليوود بشكل مبالغ فيه. معايير دايما بتتغير. اللي الناس مش عارفين عني هو إني عندي مجموعة مجلات فوق من جدتي اللي كانت بتجمعها، أعتقد إنها ورايا في الخلفية. أجيبها وأوريها لكم. جدتي كانت بتجمع مجلات فوق من زمان قوي، من سنة 19 وحاجة كده. عندي مجلات فوق هنا، دي من سنة كام؟ دي من سنة 1986. معايير الجمال، وهي بتتغير، بتكون درامية ومبهرة بشكل لا يصدق، وده شيء جميل إني أقدر أشوفه، وده شيء عندي فعلا. عندي مجموعة ضخمة جدا، عندي مئات ومئات من المجلات فوق في أوضة الضيوف تحت. ليه؟ لأني مؤمنة إنه مهم جدا نشوف إزاي المجتمع ضغط علينا ووجهنا لمعايير جمال مختلفة وكسب فلوس كتير جدا من وراء قد إيه كل ده مزيف. هو كله مزيف، لأنه ولا حاجة فيه فعلا حقيقية. كلنا عارفين شكل الشخص الجميل، شخص صحي سعيد، شكله نظيف، عيونه صافية ولامعة، شكله مهندم ومرتب، في حاجة كده بتخليه جميل. تمام، شوية تخين شوية رفيع كله عادي طالما شكلك صحي ومنور. ودي حاجة نسيناها عشان في ناس عندها حواجب تقيلة وناس عندها حواجب رفيعة. على فكرة أنا دايما كان عندي حواجب تقيلة، بس حواجب تقيلة، حواجب رفيعة، شعر طويل، شعر قصير، شعر غامق، شعر فاتح، بشرة سمراء، بشرة أفتح، رفيعة جدا جدا، أقل نحافة، عضلي، زي مناخير كبيرة، مناخير صغيرة، شفايف كبيرة، مناخير صغيرة، شفايف، ودان، عيون، شد وش. يعني كل حاجة بتتغير طول الوقت. الموضة بتتغير، اللبس ده جينز ضيق، جينز واسع، جينز طويل، جينز قديم، جينز مام، جينز جديد، كل حاجة بتتغير دايما.
وبتتغير علشان عمرك ما تقدر تلحقها، علشان تفضلي دايما مربوطة بمعايير ومجتمع بياخد منك فلوس، وانت بتحاولي تواكبي موضة جديدة كل شوية. عشان كده اللبس الجديد ما بقاش يعيش 50 سنة زي زمان، مع إن اللبس القديم فعلا بيعيش. وأنا بحب بعض القطع اللي في دولاب جدتي ولسه موضة لحد النهاردة، زي بالطو بربري حلو، أو مش عارفة جيب الديور. كل الحاجات دي اللي كانت زمان جميلة وموضة اختفت خلاص. وبصراحة الموضوع بيكسر القلب لما تلاقي هوليوود بتروج للأجندة دي. مش هنتفرج على الفيديو كله، ممكن تروحوا تشوفوا الراجل ده بنفسكم. جوش بريت الدكتور جانب من هوس هوليوود الجديد. في مشكلة حقيقية هنا مش بيتكلموا عنها كفاية، تحويل أوزمبيك إلى معيار للجمال. ده شيء مرعب مرعب، وأنا مش مع ده ومش مصدقاه. وطبعا أنا كبنت دايما كنت بتمنى أكون أرفع، ومش هقدر أدعي إني مش بعاني من مشاكلي مع جسمي وشكلي. طبعا بعاني، كل بنت كده، بس لازم نبدأ نسأل نفسنا إمتى ده حصل؟ وليه حصل؟ وليه أكون قاعدة هنا في بيتي متجوزة وسعيدة وعندي بنت جميلة، وببص على واحدة باين عليها مريضة في هوليوود، وفاكرة إن ده اللي المفروض أكون عليه، وإن ده السبب اللي يخليني أحرم نفسي أو أحكم نفسي بحاجة مش عارفة مخاطرها أو عواقبها. ليه ده بقى الطبيعي الجديد بتاعنا؟ أيوة، أعتقد إني خلاص عديت المرحلة دي. شكرا على اهتمامك بالموضوع ده.